بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلاة ينحل بها العقد وينفك بها الكرة. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. النهارده يا حبايب قلبي ان شاء الله انا معايا كفته اللي هي ايه بتاعه الرز واللحمه والبتاع الشبت والبقدونس والبصل والثوم والحاجات دي كلها، واللهم صل على النبي، واتفرموا على بعض. هعمل ايه؟ هعمل نصها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هي متبهره عليها الكمون بتاعها، حطيت عليها الكمون. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. برضه اشوف ايه اللي عندي واحطه عليه. هنا يا حبايب عيني، بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله كده فاضي. هنا حطينا كمون. هنا هحط شويه صغيرين من الشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه صغيرين خالص من الشطه، ماشي. شويه صغيرين خالص يا حبايب قلبي من الملح. قلنا احنا عملنا ايه؟ كفته اللي هي متكونه من رز، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، من لحمه ومن الخضره اللي هي بتاعه المحشي اللي هو الشبت والبقدونس والكزبره وبصلايه وفصين توم، وبتفرموا مع بعض. هنا مش هعملها كلها، هنا حبايب قلبي مش هعملها كلها. هعمل بقى نصها اللي هي اللهم صل على النبي صلاة ينحل بها العقد وينفك بها الكرب، اللي هي الكبابة اللي هي الغمراوي. يعني ديت بين الكفتة العادية واللهم صل على النبي والكبابة اللي هي الغمراوي، هو الايه اللهم صل على النبي الرز طحنت معايا في حدود اللهم صل على النبي نص كيلو من الرز، وهوريكم عشان خاطر ايه حبايب قلبي، اوريكم الفرق ما بين دي وما بين دي. تسلم ايدي اللي عاملاها، والله تسلم ايدي اللي عاملاها، وربنا يسترها معايا يا رب. اهو ده تعملهم له على بتاع الفيديو واحد، ماشي. اهو يا حبايب قلبي، هنا اهو احمر صبعين هنا، وهوريكم بقى ايه الفرق ما بين الكفته العاديه وما بين الكبابه. هو الرز بيبقى ايه بقى، اللهم صل على النبي نص كيلو من الرز، وايه وبيتنقع شويه، وفرمته بقى معايا بتاع الخلاط بتاعي، شفشق الخلاط اللي هو العادي، عشان هوريكم اللي هو الكبابه الغمراوي. الكبابه الغمراوي اللي هي متكونه من ايه بقى، اللهم صل على النبي. هحط رز وهسيبها شويه في قلب اعملها، احط عليها رز واسيبها شويه في التلاجة، اقرصها واسيبها شويه في التلاجة لما تمسك نفسها يا حبايب عيني. واللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. يكون مثلا عندي شوربه ولا حاجه اقوم غلياها واسيبها بقى تستوي فيها، وهوريكم كل حاجه بالطريقه. تسلم ايدي اللي عاملينها، تسلم ايدي اللي عاملينها والله. اهو يا حبيب قلبي، هنا احمر صبعين بس عشان محمد الصغير. حطينا الفلفل حطيت الشطه، واللهم صل على النبي، وحطيت الكمون، واللهم صل على النبي. وهي جايه يعني ايه متبهره جاهزه، يعني فيها كل حاجه اهو. الله يصلح حالهم يا رب ويكبر بخاطرهم يا حبيبي. اهو ابعد بس، اهم حاجه ابعد التليفون عن النار، التليفون يبعد عن النار. اهو يا حبيبي عيني. اجيب معايا شويه برضو من الزيت، شويه قليلين من الزيت، علشان ايه لما اجي اعملها معاكم واعمل او احط عليها الرز اللي انا عملته هوريهولكوا اهو يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلاة ينحل بها العقد والفك بها الكرب.
هو يا حبايب قلبي هوريكم. شوفوا الخلاط بتاعي العادي، خلاطي العادي اهو يا حبايبي اهو. وعملت فيه اللي هو ايه، اللهم صل على النبي، يعني عملتهم نص فرمه كده، نص فرمه اللي هي بتاع الكبابه اللي هي الغمراوي. محمد كده محمد، وهوريكم يا حبايب قلبي. ايدك يابا والاكل يا حبيبي، تحيه اكل عشان حرام. اعمل الضوء بتاع التليفون يا حبيبي اهو. ايه، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى اهو. شوفوا دي بقى اللي هي ايه، نص كسر. نص كسر ازاي يعني انا عملته نص ضربه كده في الخلاط يا حبايب عندي، اللي هو بتاع ايه الكبابه اللي هي ايه الغمراوي اهو. هجيب حته عجين من هنا هوريها لكم، وهقوم مقرصاها معاكم. يعني ايه مقرص؟ معنى مقرصاها يعني مبططاها، يعني مبططها واسيبها شويه في قلب التلاجة مع نفسها. وبعد كده هجيب الشوربه اللي عندي هغليها، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، وهوريها لكم وهي ايه بتستوي. وبعد كده عايزه احمرها، عايزه تتاكل كده، انا بوديكم ايه، بديكم فكره وخلاص. يا حبيبي ربنا يجازيكم خير ويسترها معاكم ويصلح حالكم ويديكم كل حاجه حلوه انتوا بتتمنوها يا حبايب قلبي. مع ان انا مش عارفه انتوا زعلانين مني ولا ايه، بتحبوا مش عايزين تعملوا لي اشتراك اهو يا حبايبي. انا بصوا كده اهو يا حبايبي. انا ام احمد يبقى اللي هو ايه فرق ما بين دي وما بين ديت. الرز اللي هو الكسر ده جبت نص كيلو وسيبته يتنقع شويه في قلب الميه، واهو هوريكم برضه اهو. بس طبعين انا حمرتهم عشان خاطر محمد الصغير. اللي انا بقول لكم محمد الصغير يا حبايب عيني، ملكوش بركه لمحمد الصغير، وانا بعملها عشان خاطر اهو. وبعد التليفون عشان ايه الولا عمرو لو جه ولا حاجه ياكل معاه. هوريكم بقى عشان خاطر اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، عشان هوريكم انا ايه هقرصها معاكم ازاي يا حبايب عندي. معايا الزيت اهو، معايا الزيت هنا اهو. كلمهم بقى، كلم حبايبنا بقى، قول لهم انتوا زعلانين مننا ولا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برضه هوريكم بقى الحبه اللي انا هعملهم. انا بقول لكم انا بحمر حبه عشان خاطر محمد، ومحدش يزعل محمد بالله عليكم، محدش يزعل محمد. فيها اهو اللي انا بقول لكم عليها الكبابه الغمراء. انا بقول لكم دي فيها اللحمه بتاعتها وفيها الرز وفيها الثوم وفيها البصل وفيها الشبت وفيها البقدونس ومتبكره معموله متبهره جاهز. بس انا حبيت احط عليها بس حبه من الكمون وحبه من الشطه. وانتوا بسم الله ما شاء الله يعني ايه، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. بسم الله ما شاء الله يعني انتوا ناس بتفهموا كل حاجه، وبسم الله ما شاء الله ما فيش حد ما بعرفش يعمل حاجه اهو. شوفوا انا عملتها ازاي اهو. سويت الرز اللي انا ضربته فيها اهو، عشان ديت هعملها واسيبها تشد شويه في التلاجة، واما اجي اعملها معاكم هوريها لكم. ما اجي اعملها معاكم هوريها لكم ازاي. يعني انا لازم اسيبها شويه تشد معايا في التلاجة لمده نص ساعه لمده ربع ساعه. ماشي يا حبيبي الدنيا
دوقي يا رب انت عايز كده. حلوة على فكرة جدا. حلوة الملح بتاعها حلو كده. مظبوط. مظبوطة. ربنا يحللك بالله. دقيقة واحدة بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بدهن الصينية معاكم اهي بتاعتي اللي انا هعمل فيها الايه الكبيبة الغمراوي اهو يا حبيب عيني معاكم اهو. دي بقى الكبيبة الغمراوي. هات الطبق كده عشان ما شاء الله اهو ده اللي حمرته عشان خاطر محمد، عشان اللي عايز مثلا ايه اللهم صل على النبي ياكل من دي ياكل، واللي عايز ياكل من دي بقى اول مره بقى ايه هيبقى فيه ضرب نار. ضرب نار ازاي بقى يا حبايب قلبي؟ هتوسعوا بقى للكبابه الغمراوي بقى اللي هي بتاعت 100 غمر والحتت دي اهو. شوفوا كده انا بعملها برضو الجايه تطلع زيها حلوه. دي بس دي هتتعمل برضو بشوربه، وعايزين مثلا نطلعها من الشوربه ونحمرها برضو في بضايه ونحمرها ببضايه ماشي. اللهم صل على النبي. تتاكل كده مثلا انت هنعمل نص كده ونص كده. لا دي بقى تتعمل بقى ايه نعملها تتاكل بعيش ومخلل جنبها. يعني ممكن نعملها بعيش النهارده لان هي كلها رز في رز اهو يا حبيب عيني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. يا حبايب قلب ام احمد يا حبايب قلب ام احمد انا قلت لكم بالله عليكم عايزه الاشتراك في القناه عشان يا حبايب عيني يوصلكم كل جديد اهو. ناكل يوم بقى حيره، كل يوم هناكل كذا هنشرب كذا هنعمل كذا اهو. اهو يا حبيبي بصوا ممكن اكبرها عن كده اهو، ممكن تتكبر عن كده اهو. دي اسمها الكبابة الغمراوي اللي هي بتاعة 100 غمر. الفرق ما بين الكفتة العادية وما بين الكبابة هو الرز اللي ضربته في الخلاط قدامكم حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. وهي متبهرة جاهزة وفيها كل حاجة جاهزة اهي. وبرضو اللهم صل على النبي برضو كانت اختي قالت لي عليها برضو، قالت لي لما تعمليها ايه اللهم صل على النبي نص كسر كده يعني نعمل اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اطحن الرز شويه بقلب الخلاط لحد ما ربنا يسهل ان شاء الله، وراجل يجيب لنا السكينه بتاعه الخلاط اللي هو اللي جايباه الجديد ده. ندوقه بقى احلى حاجه هتتعمل من ايد ام احمد الصلاه على النبي اهو. هوريكم برضو ايه حبه من الرز هنا لسه فاضلين احسن ما كنا زمان. كانوا اهالينا بقى ربنا يرحم الجميع يا رب، كانوا اهالينا زمان كان في بتاع ده هوت اللهم صل على النبي الحبايب قلبي اللي هم يوعوا له اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي هو ايه بقى كان فيه هون كده نحاس كبير كان بقى، ولا كان فيه مكن ولا كان فيه الحاجات دي يا حبايب قلبي. الهون دي بقى كان اللي مثلا ايه يجيب، كنا نجيب مثلا كان ابويا الله يرحمه ويرحم الجميع كان يعمل ايه يجيب اللحمه من بره كده واللهم صل على النبي. وكانت امي بقى تدقها في الهون كانت سليمه يعني صحيحه. كانت فكره اللحمه يجيب الكيلو اللحمه كانت بتيجي مثلا صحيحه وتقوم مقطعاها بالسكينه يا حبايب قلبي وتقوم عاملاها فين تدقها في الهون. وبعد كده تكون جايبه الرز ونقعاه وتدق اللحمه الاول وتحط عليها بتاع ده هوت اللهم صل على النبي وتقطع بصل وتقوم ايه عاملاه دقاه في قلب الهون مع اللحمه مع راس التوم وتقوم حطها بجنب في قلب حله. وبعد كده تقوم جايبه الرز
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. يكون مثلا ايه جايبه برضو كيلو من الرز جنب الكيلو اللحمه ده. يعني بعد ما كانت تدق الهون، احنا كنا صغيرين وكنا واعيين برضو، بعد ما كانت تدق الكيلو اللحمه وتدق عليه الثوم وتدق عليه الحاجات ديت في الهون اللي هو النحاس. اللهم صل وسلم وبارك على ايه، على سيدنا ونبينا محمد. كانت تدق حاجه تخلص اللحمه وتدقها وتدق البصل وتدق الثوم، وبعد كده يا حبايب عيني تعمل ايه، تقوم برضو عامله الرز وتدقه برضو في الهون. وكان بقى ما كانش بقى لا فيه خلاط ولا كان فيه بقى مفارم بقى زي الوقت مفرمه نروح نفرم بقى عند الجزار. ما كانش بقى في الحاجه، قسما بالله كانت بتبقى روعه الروعه. الحاجه كانت بتطلع من ايديهم الريحه كده، كانوا الجيران يقوموا من النوم على ريحه الاكل بتاعت ايه، بتاعت الناس بتاع زمان اللي هي امي. اللهم صل على النبي. الناس القديمه بتوع زمان، الناس البركه. الوقت بقى الدنيا اتطورت، الواحد يقول لك اما نطلع نعمل بره عند الجزار بره، لا اما نعمل في البتاع الخلاط. الدنيا اتطورت، بس الحاجه بتاعت زمان ما يعلاش عليها يا حبايب قلبي. حاجه زمان قسما بالله ما يعلى عليها ابدا ابدا. الهون والحاجات ديت، الحاجات اللي هي كانت الحاجات بتاعت زمان اللي هي ما يعلاش عليها حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. حاجات ما يعلاش عليها، ما يعلاش عليها ازاي؟ يعني كنا نقعد بقى جنب امي بقى والشبت والبقدونس والكزبره. بعد ما كانت تخلص خالص تدق الرز وتنعمه وتدق اللحمه وتفرم البصلايه كله في قلب الهون. وبعد ما تخلص بقى كله يتخلط مع بعض وتقوم حطهم في قلب الحله وتقلبه كله بايديها، كله بايديها كده، تقوم مقلباه وتحط الخضره. وربنا كانت حاجات في منتهى الجمال ومنتهى الروعه والمصحف. كنت صغيره بس كنت واعيه، كنت اشوف هي بتعمل ايه. انا على فكره انا ما حدش علمني حاجه، والله العظيم يا حبايب قلبي ما حد علمني حاجه. الزمن بيعلم الواحد، الزمن يا حبايب قلبي هو اللي بيعلم الواحد كل حاجه. كانت واحده صاحبتي مره ما كنتش عارفه اعمل المحشي ورحت بقى ما قلت لها انت بتعملي المحشي ازاي. كان ابويا بقى راح مطلع عليا مثلا يقول ايه ده انا عايزه اجيب كرنبايه. كانت امي بقى الله يرحمها ماتت، عايزه اجيب كرنبايه بس مين اللي هيعملها يحشيها. اقول له طب بس مالكش دعوه، هات الكرنبايه انت ونشوف هنعمل ايه. راح يجيب لي الكرنبايه، اقوم رايحه مبيله عليها، الله يصلح حالها بقى، اقوم مميله عليها واقول لها انا عايزاكي، ابويا جايب لي كرنبايه وعايزه اعملها. تقول لي طيب. تيجي بقى كان ايام بقى الوابور الجاز بقى اللي هو على وابور الجاز. تقول لي طيب ماشي، وتقوم جايه ونولع الوابور وتقول لي بصي انت تغلي ميه وتحطي ملح وتحطي اي حاجه. ما كانش بقى بنقول بقى لا كمون ولا الكلام ده. ونقوم عاملين يا حبايب قلبي ايه، وتقوم بعد ما تسلقه تقول لي بصي نص سلقه كده وتطلعيه وتعملي كده وتسوي كده وبعد كده تجيب لي البصلايه. وكان برضو فيه مصفى، ما كانش بقى فيه خلاط ولا حاجه. ونقوم عاملين الطماطم مصفينها يا حبايب قلبي. وبعد ما نصفيها تقوم تكون البصلايه اصفرت، ونقوم عاملين بقى حاطين الطماطم على البصل على الخضره ونقعد نلف بقى. قسما بالله يمكن يعني كان وابور الجاز، وكانت تقول لي يلا بقى نعمل بتاع ده هو نحط قلبين توب في قلب البيت عندنا، ونقوم معلقين على المحشي على الكانون، معلقين عليه على الوابور. والريحه بقى والله يا عيني الله يرحمك، الله يرحمك يابا ويرحم الجميع يا رب. جه من بره يومها ما صدقش، قال لي مين اللي عامله؟ قلت له بص يابا حصل كذا كذا كذا. انا ناديت لصاحبتي وقلت لها انا عايزه اعمل محشي بدل ما حد غريب يعملهن، انا عايزه اعملهن. علمتهوني اهو يا ده الله يصلح حالها بصراحه ربنا. بدات ان انا بقى اتعلم حاجه في حاجه واعرف دي واعرف دي وهو يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين الحمد لله نفعت بيتي نفعت عيالي. عمري في حياتي ما قلت لحد دي بتطبخ ازاي ولا دي بتعمل ازاي، ولا جت ميلت على واحده وقلت لها
انت بتعملي كذا بيتعمل ازاي، بنفسي بقت اي حاجه بنفسي. نفسي اعمل حاجه مثلا عايزه اعمل كحك، عايزه اعمل بسكوت، اروح لست كبيره اقول لها يا حاجه انا عايزه اعمل كذا، تديني الطريقه وتقول لي اعملي واعتمدي على نفسك. اهو زي ما انتوا شايفين، وهحطه في قلب التلاجة، احطها في قلب التلاجة تشد شويه يا حبايب عادي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى، وهوريكم انا بعملها ازاي. بالله عليكم انا بحكي لكم كل اللي عندي وما بخبيش عليكم حاجه، يعني انا ام احمد ما بتخبيش حاجه عليكم. بالله عليكم بقى تعملوا لي اشتراك في القناه يا حبايب قلبي عشان يوصلكم كل جديد، وربنا يبارك فيكم ويجازيكم خير، وربنا ما يحرمنيش منكم. كده بصوا حبايب قلبي انا هاخدها كده وهشيلها في التلاجة تشد شويه مع نفسها، ولما اجي اعلق هقوم قايله لكم بتتعمل ازاي. السلام ختام اوري لهم يا محمد. اهو بقى اللي هي الكوبيبه الغمراوي اللي انا قلت لكم بتعمل على نص كيلو من الرز. طبعا مثلا انا عامله كيلو بتاع دوت، عامله كيلو من اللحمه، او عامله اكتر او اقل. بعمل بقى الكوبيبه الغمراوي لانه حبه رز نص كيلو ربع كيلو، بقوم عاملاهم على بعضهم. اهو يا حبايب عيني دي اسمها الكوبيبه الغمراوي. اهو يا حبايب عيني، السلام ختام يا حبايب قلبي، واشوف وشكوا على خير، وشويه نرجع لبعض تاني. يا حبايب قلبي بعد ما حطيتها في التلاجة شويه، معايا هنا يا حبايب عيني شوربه لحمه اهي، كنت شايلاها في التلاجة اهي بالجزر بتاعها بكله. صليتوا على النبي. وادي الكوبيبه اللي انا قلت لكم عليها اللي هي الكوبيبه الغمراوي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. يا حبيب عيني اهو سبتها شدت شويه اهيت في التلاجة. قلتلكوا فرق ديت من ديت، فرق الرز، فرق الكفته اللي احنا بنصبعها ونحمرها وننزلها في قلب التسبيكه او الدمعه، فرق ديت من ديت فرقها الرز اللي هو انا عملته قدام منكم. اللهم صل على النبي، غسلته شويه في حدود نصف كيلو او في حدود ربع كيلو تبع الكميه اللي انا عاملاها اهو. وهسيبها كده وافضل بقى اقلب فيها كده واحد في قلبي اهو لحد ما تشرب الشوربه بتاعتها. وهنا طبق من المخلل، بصوا طبق المخلل عشان يبقى نحطه جنب الاكل. هجيب طبق ومغطيه طبعا النبي اهو، اسيبها بقى هنا لحد ما تتشرب خالص. شوف الشوربه وفي قلبها المرقه بتاع الورق اللوري اهو. لازم افضل اقلبها عشان ما تلزقش. تيجي تخلص بالشكل النهائي بتاعها هوريها لكم بقى. ان كانت مثلا هناكلها كده، ان كان مثلا حد عايزها تتحمر ببيض، اللهم صل على النبي، عايزين يعني جنب منها مخلل، اللهم صل على النبي، ممكن طبق سلطه وجنب مني العيش اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. هوريكم شكلها النهائي خالص بعد ما تخلص يا حبايب قلبي. ربنا يسترها معاكم ويجعل كل حاجه بعملها يا حبايب قلبي كده عند ربنا وعندكم حبايب قلبي كده يجعلها مشكوره. وبالله عليكم وانا بقول لكم تاني المره المليون عشان خاطر محمد، اعملوا الاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد، عشان ربنا يجازيكم كل خير يا حبايب قلبي. شوفوا هنا بالصلاه على النبي عامله ازاي. يعني انا عندي اكل كمان من امبارح، عندي مكرونه من امبارح برضه اللي انا كنت عاملاها جنب البيض اهي، ممكن برضه تتسخن ونستعملها برضه تتاكل جنب منها عادي، ناكل بعيش عادي وجنب منه طبق المخلل اهو يا حبايب عيني كده اهو زي ما انتم شايفين. هفضل اقلبها عشان ما تلزقش، ولما اوريكم الشكل النهائي بتاعها ارجع معاكم تاني واوريكم الشكل النهائي بتاعها بعد ما خلصتها خالص. واوريكم دي طريقه الكوبيبه بتاعه متغمر، الكوبيبه الغمراوي اهو يا حبايب قلبي. وده شكلها بقى النهائي بعد ما خلصتها اهي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام اهو. دي كان عندي شوربه لحمه
اهو يا حبايب قلبي بالصلاة على النبي. بصوا، ولا فيها حاجة لازقة ولا فيها أي حاجة، بالصلاة على النبي زي الفل. هوريها لكم برضه تاني اهو، وهوريكم بقى ايه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. اهو اهو، شوفوا لا لازقة ولا أي حاجة. اهو كسر الرز باين فيها ازاي. كسر الرز يا حبايب قلبي اللي انا عملته، قلت لكم الفرق ما بين الكفته اللي هي بحمرها واعملها في التسبيكه وضع ودي وضع. اهو اهو يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى.